السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا الجمال. تعالوا بقى اوريكم النعناع بتاعي الجميل. الله، داخلين على الصيف بقى وهو ده عز النعناع. زراعة وشرب شاي بنعناع، اي حاجة داخلة فيها نعناع. نعناع زي ما انتم شايفين الورقة بتاعتنا الحلوة العريضة، يعني تيجي تعمل كوباية شاي تخرج البلكونة تجيب لك ورقة نعناع وتحطها في الكوباية. يا حلاوته ويا جماله. طبعا زي ما انتم شايفين القصريه اللي محطوط فيها او القصيص اللي محطوط فيه النعناع صغير، فانا عايز انقله في قصيص كبير بحيث ان الجذور تنتشر في كل حته، وبعدين الانتاج بتاع النعناع يكبر ويزيد. هنكسر دي كده، بص الجذور عامله ازاي، شايفين؟ طبعا باي مقص عندنا مستغنيين عنه نبدأ نكسرها بالشكل ده كده. كل ده عشان نحافظ على النعناع بتاعنا والجذور بتاعتنا ونطلعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين الجذور عامل ازاي؟ جيت انا بقى جهزت حفرة هنا كده، هروها شوية مية اهو كده، واحط النعناع بتاعي. طبعا اطلع الورق بتاعي ده كله بره، واجي بقى احوط عليها زي ما انتوا شايفين اهو كده اهو. هحوط عليها بالتربه اهو. وانا عندي تربه بتموس اهيت، هحط بقى حواليه شويه برضو كده، هي بتبقى تربه خفيفه عشان اقفل بيها الفراغات على الجذور اهو. اقفل كل الفراغات اللي على الجذور اهو. عايزة لها حبه كمان، قلت لها حبه كمان بس اهو. وبكده اكون نقلت البقصيص بتاعي النعناع لتربه تانية. هبدا ارويها بقى كده واغمرها بالميه، لان النعناع بيحب الميه اهو زي ما انتوا شايفين كده. هغمرها بالميه بس النعناع برضو كده نعنشه زي ما بينعنشنا ننعنشه احنا كمان اهو. خلاص بقى عادي ننيم دول كده على التربه من بره عادي. وبكده اول حاجه معانا في الفيديو نقل قصيص النعناع من قصيص صغير لقصيص كبير كده خلصت. لو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناه، تعمل لايك للفيديو. تعالوا بقى نشوف المرحله الثانيه وهي البصل. طبعا زي ما انتم شفتوا في الفيديو اللي فات، ولا ما شافش الفيديو اللي فات، طريقه زراعه البصل. البصل بتاعنا طبعا بقاله كتير ما شربش وده غلط، بس انا عشان خاطر ظروف شغلي ما بقاش فاضي الا يوم الجمعه اللي انا اجي واشوف الزرع بتاعي. لكن انتوا ما تعملوش زي كده، البصل بيحب الميه، فاحنا هنرويه بالشكل ده كده اهوت اهو. نغمره بالميه لان الجو كان حر الفتره اللي فاتت اهو. وبكده خلصنا المرحله الثانيه في الفيديو وهي زراعه البصل. نيجي بقى للافوكادو. الافوكادو زي ما قلت لكم الميه كل شويه هتنقص، فاقوم مزودها اهو. ازود الافوكادو كده عشان خاطر شايفين النبته بتطلع في النص اهوت. طبعا الجذور بتنزل لتحت زي ما انتم شايفين، الجذور تحت اهيت، وادي الزهره بتطلع لفوق او العود الشجر هيطلع لفوق. وده كده بعد ما طلع شويه ارويه بالميه برده كده اهو، واسيبه بقى في البلكونه بس كده. نيجي بقى للحلويات. شجره الافوكادو بتاعتنا الجميله، شايفين الشجره بتاعتنا بعد ما كبرت بقت شكلها عامل ازاي؟ ما شاء الله. عشان كده بقول لكم طول ما انتوا عندكم افوكادو في البيت او بتشتروا افوكادو ما ترموش البذور وازرعوها. شايفين الشجره تكبر وترعرع معانا اهو ما شاء الله. وده كده احلى حاجه نختم بيها الفيديو، شجره الافوكادو بتاعتي. عقبال كده ما تكبر ان شاء الله وتطرح افوكادو ونبدا بقى نشرب او ناكل منه، وان شاء الله يكون حلو وجميل. بعتذر عن الدوشه لان انا في الشارع وفي نفس الوقت انا في يوم اجازه واخر جمعه في رمضان مع اذان العصر. كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم، واشوفكم في فيديو جديد مع انس فارم مزرعتي. تحياتي ليكم، اخوكم اسامه ابو انس. باي باي.